ومعانا في المركز الأول أقوى فيلم في 2022 صاحب السعفة الذهبية الشرفية في مهرجان كان، توب جان مافريك. أكتر فيلم تحقيقا للأرباح في 2022 بدون منازع بعد سبايدر مان نو واي هوم طبعا، بحيث ان الفيلم ده حقق ايرادات من شهر 5 اكتر من $1,400,000,000. ده يا معلم محقق في 3 ايام بس قرب 250 مليون. انت متخيل الرقم الفلكي؟ وكل ده على فيلم قصته ما تشدش قوي او مش على المستوى المطلوب. بس اكتر حاجة خلت الفيلم يضرب قوي كده غير انه لتوم كروز هو بان الفيلم من غير مؤثرات بصرية خالص. توم كروز قال لهم احنا عايزين الفيلم واقعي قدر الامكان، فالاخراج هنا لعب دور كبير، بحيث ان التصوير بيبقى من كام زاوية جوه الطيارة، بحيث انك هتعيش واقع الطيار صح، تحس انك انت اللي بتسوق مش هو. ده غير ان مشاهد الطيران القوية دي واقعية، بحيث ان طيارين حقيقيين اللي عملوها مش ممثلين. ده غير برضو في كلام كده عن ان الطيارات المستعملة ليها قدرات ما تشافتش في طيارة حقيقية قبل كده، مما خلى دول فعلا تسأل عن الطيارات دي، هل الامريكان بيستعرضوا اسلحة جديدة فعلا في الفيلم ده، خصوصا بان الطيارات فعلا تخوف. ده غير برضو الفيلم مليان نجوم غير توم كروز زي مايلز تيلر وجينيفر كونولي، ده غير العمالقة الكبار فال كيلمر وإيد هاريس وغيرهم الكتير جدا. وهتلاقي فيه فلاش باك وصور كتيرة ترجعك للفيلم الأول في 1986، بحيث إن صاحبنا هيقابل شخصيات قديمة والجو ده. الفيلم ده 100% هيعمل حاجة في حفل الأوسكار اللي جاي وهتشوفه، مع إني ما زلت غير مقتنع بيه.